پر کتاب هانه تا عالم دا هروجی اک سر کتاب مقدس پرتوکا پیروز از که جوار حوالدم 66 کتابن از خازم هروجوار حوالدم هر کتابک لسر چه دا آخفه سر چه دنده که فدبن وچ چیزانه بن پر انسان جهانه به مسیح مؤمن باورمندن انو مسیح خدایا پر جهانه هینا نسر دخوینن فاز دخوازم بوار حرکم لوامینم هر کتابک ده پرتوکا پیروز دا سر چی يعني وكي ملخصة كي جملة كي يعني از جيب وادم فبخوا كتاب المقدس برتوكا بيروز إعلان خده جماره نا كتابك فلسفية نا كتابك دنن يعني عم بنت به مخطط ودارو تشيكي نو كوك شوري خده وكي شو عم بعرف بمرايك كترينه هونوكيا وش فرض أنا ده بعلش بداية دو فجبداية دام دبينن خده دنيا تشيكر وإنسان تشيكر بريكي آدم وحواء فجمع عهدي كافن هاي وعهدي عجر هاي عهد وكيتشو دبن اتفاق اوكي معنا سيجي عند عهد فيرا دبن اتفاق ينجي ارتباط بس عهدي كافن هاي وعهدي عجر هاي وحردك جيب هاي اونا يعني مرتبطا اوكي نا انه عهدي كافن يجي عجر وديره يجي عجر جيدا وديره نو جيب هاي نبوءات دار قطش تدونا وكيدنجي دحدي كافن دو مديد پر وعود هابين ويعني پرسوز هابين خده پرسوز دان وده پیمانه نودا عهدي عجار دا وسوزنا هاتن جا فاز خوازم هرو بورا محتويات كتاب المقدس جوار ياك حوال ده محاضر كري جام خواب ناز جوارا بخوينم وتشني هانا احتمال اسبيدان كم هنا تيدا معنا جوارا رن توضيح ببه فامساكن فتاخد دفتر و قلم هندين جام خو وملا سه چهار پلک بوش بن اوكي چهار پلک تقريبا ملا بوش بن ومعناتها بمرة جيب ياك يزميش كيب نکاجی از که ارتاق شواره بخویدم از که نوی کتابه حوالدم تجام خویزمیش که دوی راجی ازش تاره حوالدم هفت کتابه سر شدنده که مبرم میخواگی جام خویزمیش کری محاضر کری بس اکه بخویدم شتاره و تشی تجام خویزمیش که و تشنی هنه اکید کلمات دارن از که پیدان کم وانو کی فهم کش که تکوین دا ببالشن حتی صفر رؤیا نکا کتاب تکوین و خروج و لاوین و عدد التسنیه تزانه انو افنا کتاب تورات اینه تورات 5 قسمن ويعني 5 قسم 5 كتابنا فهذا 5 او نو كم كتاب صفتح صار تكوين ام كدانكن كتاب البدايات خلق الكون خطية الإنسان بدأت الإعداد للخلاص تاريخ الآباء الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف في مسالج ورقي تدو هاولدون خروج قصة خروج بني إسرائيل من أرض مصر بقيادة موسى عهد الله معهم في سيناء إقامة خيمة الاجتماع لاوين تنظيم العبادات وطقوسها المختلفة كالذبائح والكهنة وشرائع التطهير والتقديس والأعياد والنذور لاوين تنظيم العبادات وطقوسها المختلفة كالذبائح والكهنة وشرائع التطهير والتقديس والأعياد والنذور العدد إحصاء الشعب وقوانين عقائدية واجتماعية ورحلات بني إسرائيل من سيناء إلى قادش ثم موائب وتشمل 40 عاما من التجول فداريز مشكلة عقائدية يعني شرائع الرب وديرو كريوة اجتماعية معنى سيخون حرشور بهافضرة معنى سيخون ده شرائع الرب وتنظيم الحياة الدينية والجماعية هاو بارشوكا ورحلات بني إسرائيل من سيناء إلى قادش هاو مسألة وقتنا باش تسنية قسمي بينجي تسنية كتابة بينجي إعادة ثانية للحديث عن شرائع واختبارات الآباء في كتابة توراته هاو كوينزانن يهودي حتى نقل سرد معشن وأكيد في كتاباجي مرة نكون خلاص که فقط قانون خدا شورى خدا أساس دا فقرك هاوجي وار المسيح قبيل كن خلاص بنكاجي قسم كيدنا كبوارا بخوينم هاوجي الأسفار التاريخية كتابات التاريخي از که جواره هولدم يشوع كتابه تفسف تحت بشتي موسى مر يشوع سفر يشوع كتابه يشوع الدخول إلى كنعان بقيادة يشوع تقسيم الأرض تحذير من كسر عهد الرب القضاة كتابه قضاة قصة تهاون الشعب بوعود الله تهاون يعني أوكر إنه قولي نادي كرندار وانوكي قصة تهاون الشعب بوعود الله وابتعادهم عن مما جعل الرب يؤدبهم وإذ يصرخون إليه يقيم لهم
قاضيا يخلصهم. كتاب الرعوس قصة فتاة موائبية غير يهودية تزوجت من واحد من شعب الرب، ثم ترملت، لكنها أحبت حماتها جدا وذهبت معها لتعيش وسط شعب الله القديم، وجاء من نسلها داود الملك وكذلك يسوع المسيح. في رابوش ساموئيل ياكو ضده وملوك ياكو ضده وأخبار الأيام ياكو ضده. صموئيل إياكي سيرة صموئيل النبي الذي لم يكف عن الصلاة لأجل الشعب والانتقال من حكم القضاة إلى تأسيس المملكة، وسيرة الملك شاول وجانبا من سيرة ملك داود. سبوش صموئيل إيديديه بقية سيرة داود وسقوطه ثم ثباته على عرش بعد توبته. توباناك ثبات تنكون بفتلة خده. الملوك الأول سيرة الملك سليمان وحكمته وبناء الهيكل في أورشليم، ثم تاريخ انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين، الشمالية إسرائيل وعاصمتها السامرية، والجنوبية يهوذا وعاصمتها أورشليم. ويشمل هذا السفر سيرة إيليا النبي وشجاعته وعمله على رد الشعب إلى عبادة الرب. ملوك إيدد قصة الأمة المنقسمة على ذاتها بمملكتها والكوارث التي أصابتها كسقوط السامرية ومملكة إسرائيل. إصحاحده وحشته آياتين نهاية حتى داود ديه، وسقوط أورشليم ومملكة يهوذا والسبي إلى بابل. ويقدم السفر سيرة الياشع النبي، وهو يوضح للشعب مقاصد الله من نحوهم. اوكي، اخبار الايام الاول نكو اعادة سرد الاحداث. سرد يعني الذكر، يجي حكى القصة هون كيف ده معناته سرد، يعني اعادة ذكر الاحداث. ام كونوا بين اعادة انه جنبه صار مثلا احداث سودانك، اعادة سرد الاحداث التي عنيت اسفار صموئيل والملوك بالحديث عنها، وذلك من وجهة نظر كهنوتية يعني شريك كهنته أو الرهبان إلى حد كبير، وفيه سرد مفصل للإنساب. ويعني هذا السفر بالحديث عن العبادة في زمان صموئيل وداود. أخبار الأيام إيدده إعادة لسيرة سليمان الملك وبناء الهيكل في أورشليم وتدشينه يعني تقديس شيء، يعني تشتكي بيروز بكي يعني ينجي عم كونه بين افتتاحية جوية تشتيره وتدشينه والعبادة، ثم انقسام المملكة. انقسام خير شادبه لأنه بيكون جناه تشكرن بسبب الخطية. انقسام المملكة وتأديب الرب. تأديب يعني هنا تربيتك يا خدا وملاتي، وتأديب الرب لشعبه، وسقوط أورشليم والسبي إلى بابل. اوكي، بخوش شوري السبي يعني بقوته برن بابل وملاته مع الودارة وقل وارسرجن، يعني ترحيل اليهود بالقوة، إجبار حتى حفت سوليج الودارة مون. الهدف تطهير الشعب من عبادة الأصنام، لأنه يمانه جنديو ضعيف بالدرب كده شخور الصنم شده كرن وبيع عبادة كرن، فأخذه خواست جنديو تربية بكت حفت سوليدو. اوكي. بوشة كتابه عزرا العودة من بابل وإعادة بناء المذبح وإعادة بناء الهيكل. يهودي وانا جنديو بربين وكي مبارو قوت، وبوشة شي جنديو دفتلندن بوشة يعني فتلين. واصلا يهودي برنا بابل عراقي او جي نبوخذ نصر بو، ويهودي برنو داره معناه وارن تربية كرن جوه أصنامنا وجوه تشتي خلاص ببن. باشجي ساله 586 فتلندن وداره سمح لهم الملك الفارسي قورش الكبير بالعودة إلى أراضيهم، أو جي ملك فارس بي إيراني بي ويجو خلاص وإن كانوا بفتن عرضيهم. نقاجي كتابي نحمية سارتشيا دبس سيرة نحمية وقيادته للشعب وإعادة بناء سور أورشليم واكتشاف سفر الشريعة من جديد وعودة الشعب إلى الرب. كتاب استر قصة فتاة من شعب الرب تتزوج من ملك الفرس جر إيرونيو دكي، وتدبر عناية الله أن تنقذ هذه الفتاة بشجاعتها
شعبها من من الإبادة. باشش اینکه قسمی سیاه معاوكر مدينة يوليكي هاوجي سر عويد عندك أسفار الشعرية أيوب ومزامير وأمثال وجامعة ونشيد الأنشاد. ياك دو سه چهار پنج كتابنا ويكون جام خزميش كان الأسفار الشهرية. أيوب قصة رجل صالح تحل به المصائب الكثيرة ويحاول أصدقائه من خلال أحاديث متوالية معه أن يجدوا إجابة للسؤال الذي طالما حير البشر: لماذا يتألم الأبرار؟ هاف مسألة أوي بأيوب. مزامير من قشتك زانن مزامير قصائد دينية، منها الأناشيد والتسابيح والصلوات والنصائح والنبوات. عم تلو دبينان كلامنا واستراننا لسر مسيح ميكرن تدو هان الصلوات دعاء يعني تدو هان هاف دعانا وفي استرانا خدا دان ما معنى دوغه ما نكون اشخار الميكرا ما نكون اشخار بكلاما داج مسيح را فامقوارم بخوينن وانوكي اوتوماتيكيان سر كافن جنبا باسكت ما بشغلن. الأمثال مجموعة من التعاليم الدينية والأخلاقية في قلب من الأمثال والحكم. كتابي أمثال جي أو يوز مشكر وكوين زونن سليمان ملك سليمان ويوز مشكر وي أو ده برتش نتانغرو داربوس وحطوه حكمه خده دو جنده حطو حكمه في رد شيبو وآره مراد خوينه مراد برتش نخوش ده بينه مراد حياته خده دغربه که آره نقاط ورده كلمة شوري ديني ودار اج وارا استيدا ذكر دكم حتى وين كونه بن استيعاب كن انه صار شد عندك از كونم هاول نادم جي لي عواب معنوي رند استيعاب كن انه اثار شد عندكم في كتابه خسر شيء. الجامعة كتاب جامعة بعض الافكار الفلسفية التي يقف امامها الانسان حائرا وهو يتأمل متناقضات الحياة وينتهي بالبحث على التقوى ومخافة الله. صفر نشيد الأنشاد وياك طبعا قشتك تمي هجومي ذا كان وتفايد كي بخينا ونظام شيك. قصائد متبادلة يرى المفسرون إنها قصائد رمزية عن الرب وشعبه أو المسيح والكنيسة. بس هذا نا تشتكي يعني قصائد إنه تم صار حسكرنا دانكرن مبينة سليمان وجنك كيف بس كاس نزون ويجن كوكيلة أما مفسرون يعني هناك كتاب تفسير ده كان عونو دبل إنه مبينة مسيح وكنيسة مبينة مسيح و ملاتي خوفه ها في حسكرنا مبينة معه خدا ده يعني الأسفار النبوية أشعياء نقاجي قسمي شهرة الأسفار النبوية. أوكي أشعياء نبي بيغمبر أشعياء بري مسيح بحفصة صالة نبي يرسله الله لشعبه ليدعوهم لحياة الاستقامة والعدل ويقدم نبوات كثيرة عن ميلاد المسيح ولاهوته وخدمته وآلامه وقيامته وملكوته. باش ديرو أرميته كتاب أرميا جي پر هجوم لسار هاي نبي يرسله الله ليدعو شعبه للرجوع إليه وعبادته وحده وينذر بدمار أورشليم وهي الكارثة التي وقعت فعلا سنة بين 6 قبل الميلاد بسبب خطية الشعب وعبادة الأوثان، لكنه يتضمن أيضا نبوات مشجعة ويتحدث عن عهد الجديد يرتبط فيه الله وشعبه. ونو برجرم دبينند في كتابه دو وبلكي كتاب من عمينا كوي حسقيال جي بخوينن دور دا جي برجره هجوم دكن دار دكن كلها لا خدایی و حربه دکه در اما خدایی مال وداره ملت تربیه دکه. بس هانو کی دوای دیتن با اصنام و گرتن چیم به کافر عبادت دکن یا تشکیدن عبادت دکن لانه ایمانه گندی ضعیف بیوه دغنا فوای دغه خدای خلاص تربیه دکه یا گندش تشنا دیور تخه وقت گفت کی دینی کتابه او ما خوند وقت شو اخبار الايام الثانيه ما خوند انه خدای بنابوخذ نصر ميلاد بر عراق بر بابل 7 سال الورش حتى وفكره اصنام مجموعي جنديو داره يعني خدای جنديو تربیه دکه وانو که او دوغه تربیه جناب خالص حرب که ضد جنديو چه که و بس لانه خدای پاک پیروز گلگامور جام خو قبیل نوگه وانو مراسي أرميا قصائد رساء ينوح فيها الكاتب على ما حل بأورشليم من خراب بعد تدميرها سنة بين 6 قبل الميلاد. حسقيال رسائل تحذير بتدمير وخراب
شاملا لأورشليم وزوال مجد الرب منها، ونبوات تتعلق بشعوب مختلفة مجاورة لفلسطين، ثم نبوات مشجعة عن عهد الجديد وقلب جديد وروح جديد يمنحها الله لشعبه. كتاب دانيال، پیغمبر دانيال يقدم صورة للشعب الرب زمن الاضطهاد وثبات الأمناء وحفظ الرب لهم وعنايته بهم. أما تفسير الأحلام والرؤى فيرى كثير من المفسرين إنها توضح سقوط الوثنية وسيادة المسيح، إلا إن هنالك من يرون إنها نبوات تتعلق بالمستقبل البعيد لشعب الرب القديم. هوشع اختبارات من الحياة الشخصية لأحد الأنبياء يقدم من خلالها مثلا لمحبة الله ونعمته، فيرى خيانة للشعب لعهدهم مع الرب مثل خيانة الزوجة لعهودها مع زوجها، فيؤدب الرب شعبه ثم يفتح لهم طريق التوبة وثمارها وباب الرجاء والخلاص. يوئيل يوضح أن الكوارث مثل الجراد وجفاف الأرض هي علامات دينونته الله لشعبه، فيدعوهم للتوبة ويقدم لهم وعودا مشجعة ومعزيته، ويتنبأ عن انسكاب الروح القدس على المؤمنين في يوم 50. كتاب عاموس يقدم صرخة مدوية ضد المظالم في المجتمع ودفاعا عن الفقير والمظلوم ودعوة للتوبة. كتاب عبيدية تحذير للمملكة الأدوم المناوئة لشعب الرب، يوضح نهاية كل متكبر وكل شامت بسقوط الآخرين مع كلمة تشجيع للأتقياء. أدوم منطقة كنوفيخو آدم ألف دال ميم منطقة جنوبي أردن وفلسطين منطقة دي. كتاب يونان قصة نبي عصى الله لأنه لم يدرك أن محبة الله تشمل كل البشر، فأدبه الله ووبخه مظهرا محبته للجميع. ميخا نبوات عن خراب السامرة وخراب أورشليم بسبب الخطية، ويتحدث أيضا عن مجيء المسيح وعن عود مشجعته. كتاب ناحوم قصيدة عن سقوط نينوى توضح نهاية الشر وتقدم الرجال للمؤمنين. حبقوق حوار بين النبي والرب يبدأ بحيرة النبي أزاء تسلط الظالمين والضغاة يعني حاكم ونادى بيس شوش يعني تحت الميلاد كان وانوكي، لكنه ينتهي بنغمة الثقة في الرب وحده والفرح فيه رغم كل الظروف. كتاب صفنيا نبوات عن دمار أورشليم ودعوة للتوبة ثم وعود مشجعة عن الخلاص ومجيء السيد المسيح. كتاب حجي رسائل قصيرة فيها حيث على استكمال بناء الهيكل ووعود الرب بالبركة على أساس الحياة النقية. زكريا مجموعة من الرؤى عن إعادة بناء أورشليم ونبوات متنوعة عن مجيء الرب يسوع المسيح وعمل الفداء وحلول الروح القدس على المؤمنين. ميلاخي دعوة للكهنة وللشعب للتوبة والرجوع إلى باب ونبوات عن مجيء الرب يسوع المسيح شمس البر. نهاجي أم كده ربوسي عهدي عجار ببن كتاب يشلا بريغو سارشور إنجيلو البشائر الأربعة بشارة متى نسب وحياة يسوع وكيف تحققت فيه نبوات العهد القديم باعتباره المسيح الملك الذي ينتظره اليهود. بشارة مرقس ولوقا ويوحنا ومتى نجي تلاميذ مسيح حركين جيلك يا مشكريا تبت تبشيرة مرقس حياة يسوع المسيح في صياغة مختصرة مع التنبير على اهتمام يسوع بسد حاجات البشرية.
بشارة لوقا حياة يسوع المسيح في دراسة تاريخية مدققة تقدم يسوع المخلص الذي جاء ليفتدي البشرية. بشارة يوحنا تقدم السيد المسيح في جلال لاهوته وعمق محبته. دبيتشا تقدم سيد المسيح في جلال يعني عظمة، لاهوته يعني الطبيعة الإلهية يجي ذات الإله حرد بماركوني هاولده، وعمق محبته. أعمال الرسل سجل لنمو الكنيسة الأولى من أورشليم إلى اليهودية فالسامرية ثم إلى أقاصي بلاد العالم. دور دجي فر هو التبشير كرند أعمال الرسل ده يعني تلاميذ مسيح شو كور كرنا دار جيد ورضو ينبه بينن. واشجي جزئي سسية لأن جزئي دي أعمال الرسل واش جزئي سيا رسائل مكتوبا جي كنائس صورة. الرسالة إلى كنيسة روما إيطاليا تقدم العقائد المسيحية الأساسية والتطبيق العملي في حياة المؤمنين مع جزء خاص بشعب إسرائيل وسيادة الله. الرسالة الأولى إلى كنيسة كورنثوس أو اليونانية يعالج فيها بولس باولوس الرسول بعض القضايا والمشاكل في كنيسة كورنثوس، كما يجيب عن بعض تساؤلاتهم. باش رسالة قدنش جاين ديارشاند دي نفس كورنثوس يتحدث فيها بولس الرسول عن سلطانه كرسول للمسيح ويحث على العطاء المسيحي. الرسالة إلى كنائس غلاطيا إيضاح للإيمان المسيحي القويم يعني المستقيم. بوشيجي وضح يعني دمار التعليم المضل انه تعليمي شوش خوست بكافه هيدو بكه جي كنيسة غلاطيا التعليم المضل التي تدعو إلى عودة إلى الشرائع اليهودية. يعني مثلا وكباره إنه صار أحدي كافة بماشن وأنه كيجي كاس نكون خلاص به. رسالة إلى كنيسة أفسس لتركيا إنهم الإزميرية حديث عن سر الخلاص العظيم الذي أعلن فيه المسيح يسوع ونتيجته في حياة المؤمنين العملية. رسالة إلى كنيسة فيليبي رسالة كتبت في السجن لكنها تفيد بالفرح والمحبة والسلام. الرسالة إلى كنيسة كولوسي تقدم الرب يسوع المسيح باعتباره صورة الله الابن الأزلي ورأس الكنيسة الذي انتصر على الخطية مع دعوة للسلوك المسيحية. الرسالة الأولى إلى كنيسة سالونيكي أو جيونانا رسالة تشجيع للمؤمنين المضطهدين مع إيضاح بعض الحقائق المتعلقة بمجيء المسيح الثاني. الرسالة الثانية إلى كنيسة سالونيكي رسالة تشجيع في مواجهة الضيقات وحديث عن مجيء المسيح الثاني. رسالة الأولى إلى تيموثاوس رسالة تشجيع لخادم شاب. باش رسالة ديجي تيموثاوس رسالة تشجيع وحدث على المسابرة وحفظ الأمانة كتبها بولس الرسول وهو يشعر باقتراب انطلاقه للمجد. رسالة إلى تيتوس رسالة لتشجيع تيتوس وهو يعمل على تنظيم الكنائس في جزيرة كريات أو جتابة ليونانا. الرسالة إلى فيليمون رسالة من بولس الرسول إلى السيد فيليمون ليعفو عن عبده إنسيموس الذي هرب من خدمته ويرجوه أن يقبله كأخ بعد أن آمن بالمسيح. رسالة إلى العبرانيين عبرانيين ونادى ونخب مسيح كلنا وخلفية جنديوجي يهودية دفاع عن المسيحية وشرح لرموز العهد القديم موضحا إن كهنوت العهد القديم وذبائحه ترمز إلى المسيح. رسالة يعقوب تتناول النواحي العملية. شوري تتناول دفرضة مع نسيجنة تشمل أو تتعامل مع أو تناقش. أوكي نكون بنتشمل نواحي العملية ينجي نكون تتعامل مع النواحي العلمية أو تناقش
النواحي العملية في الحياة المسيحية وكيف يجب أن تكون حياة المؤمنين كأفراد وكذلك في المجتمع. رسالة بطرس إياكي وإيدي ديفا كشوار عوالدم إياكي دبي رسالة تشجيع للمسيحيين المتألمين، وإيدي ديجي رسالة تحذير من المعلمين الكذبة وحث على الثبات في الإيمان والسهر في انتظار مجيء المسيح الثاني. رسالة يوحنا الرسول الأولى أو نقول بري في ما بطرس هاولدا نقول جاي يوحنا ياكي ودديه وسسيه سير رسالة يوحنا هنا توجي تلميذ مسيح بي حديث عن ثبات المؤمنين وتحذير من المعلمين الكذبة. إدديه رسالة يوحنا إدديه رسالة سيناء لسيدته سيناء معنى سينا التعبير عن الإعجاب أو التقدير أو المدح. أوكي، رسالة مدح لسيدته لأمانتها ووفائها للحق. أوكي، بوش السياجي رسالة يوحنا السياجي رسالة سيناء بالمدح، رسالة سيناء لغايس لأمانته وحسن ضيافته للمبشرين المتجولين وتحذير من شخص يهوى الرئاسة وآخر له شهادة حسنة بين المجتمع. رسالة يهوذا دعوة للثبات في الإيمان وتحذير من المعلمين الكذبة. يهوذا أجي جعله يسوع المسيح بي واشة هولي جزئي شوري سفر الرؤيا، مجموعة من الرؤى فيها الرموز كثيرة يرى كثيرون من المفسرين إنها تعبر عن نصرة المسيح وشعبه على جميع المقاومين وتحقيق السماء الجديدة والأرض الجديدة، إلا إن بعض يرون إنه يقدم نبوات عن أحداث المستقبل إلى أن تتحقق السماء الجديدة والأرض الجديدة. هذه عم قشت انتوليه محتويات الكتاب المقدس، فمو محاولة يعني حرف كتابك يعني وكده بملخص كما رجع از مشكن وبحيث هروت كتاب دخوينه از نظر نمت كدار دخوينه بلكي تعهدي عجرت ان دخوينه يجي تا خلاص كريت تخوزي كافن جي بخوينه اره تكونش خورو بخوينه وحاجه تجيش كتابك تكونه في فيديو يجي تجمع خونه اكيد بلكي تجمع خو از مشكره انه هاف كتابات سروتش دي عندك ودوقت بخوينه جيت هنا وهنا فهمك واحتمالات تشني خود دن زيدا بكدار وانوكي فبرك شهانة تين دبين في كتاب مقدس محرف ودارام دبين تحريف تشيا تين دبين انه هو قول انا والفداري مسيح قوتي نظام شبكة عم ببين مسيح بخو مسيح بأمثاله دان ذكر نا انه بأمثال هنا أدبي دان ذكرن يعني كتشوف جوارها ودم انه دقوت اي مقابل ناكي عنده هنا نفرو جارجيكن ايه فبرك جيانا تاني واحدة من يقول لا مسيح لفلون جي لفلون اوي واقوتي وبخوجي كتاب يعني جي أحاديث سنة تنكوني هرو نصكي ببه حديثك ببه ددوب هافرو داندكن يجي خده بملات رو داندكن يو أي تشتك يعني حديث سنة في خو تنكوني هم دشورج مسألة ببه وتواري بيه هجومك اوكي يعني ازو تافا اذا بهافرو داندكن وياك كي واري دشورج مسألة ما ببه وكي بهافنو كافدو بخن فوانو نو ماشي اوكي وانو كوك نو ماشي فقرك واري حديث يجيبو خينه فمسيح رو وانو كي واقود وي مقابل ناك قاعد هنا بيشه منو جارشكن فشو بي بوشه وابي كو مسيحي وادا كان تند بينو هونو نو بل مثل بي مثالك دوغين ديو فقوي مقابل ناك كي حقيقه نهي ملاتي بده نا كاسك فخلص اي مقابل ناك كخده ومخلص لصار حياته خو اكي تشببه اكي بخواره عزمين حقیقو نه خوب ده ایک دوره راشبینه نه تجام خوده کار راشبینه جهنمه ایک دوره حقیق فطوره خوب ده تچحن کرن السر عرضه تجبیر کری خودش بیر نکری وانو کی فاتك يارح يقبده بس هذا وتناص بخوينه وهذا بيو باشه آيات دي ورا بخوينم يعني جملنا دي ورا بخوينه تبي بينا صار مسألة داندك يعني ناتك أسيلون واكرن ونات فبرتش تانو كيانا يعني بر تشتانو أكيد مسيح دوغد باز ناوتما سلامتي وادم بالمشكلة شر
وشي عادي ويا بخوين دبي اختلاف نا اختلاف تخلف واختلاف دار بتشتد مال دا چه دبي لانه خيره طاقت مسيح قابل کرد چی مال تاگوم مسيح قابل کری و اخوی مانه خب مسيح دا کم دمال دا که چه ببه وانه دمال دا نه کتاب خواندنه نه زانن نه اتن انجیل خواندنه سر مسيح زانن لگوری کتاب ندن نه لگوری کتابه گنده وانو كيف هيك مشكلة بتعرف شيكن اختلاف دار يعني بر مشكلة شاركة شبه دمول ده معناه مسيح لأنه قابل ناكن ناخذن إنه عم بفترن علاقاته بخديره ناخذن مسيحات حقيقة هي ما دانش بو ما بفتن حميزة خدای جارك دن لأنه بي 7000 سال عم خدای وانو دير كاتنا بشتي جناه آدم وحواء كرن فهاونو شوية شي ناخذن تخذن تمرينن صار خلقه دانكن خبره پارا و ادمان خواستن کن بن گناه دوهینا هینا خاوکن وانا دخوازن ناخوازن جبن گناه درکب ها ناخوازن فارو مسیح دخوازت تجدیلی خواده بدوگنده کفه نه بس آیت که تشتکی دین سر پروفایل خواه و خلاص وانا کی مسیح ناخوازت خوازت خزمت که برکته ببه تا ایشق را کرد سر و عالمه و دنیا تا کرمانجا چاوه تفکر معنی ملتی خویدن را حوالده نه تاره سر اوروپینو که یوجی عرب یا نظام افریقیا نه جعبه تفکر معناته دور خود تبشیر که تهار قومی خو کرمان شده تبشیر که لان تشگندی افهمده که اقلی وان میجی وان شو آره معنی هاوجی ناس کن ببینن وانو کی گشتک ناس کن بعلمن حیاته گندش برای خوش دربه و ساعتا تا پر خوش و ویدیو مشارکه که شگشتکارا و ساعتا تا دیسا پر خوش